الأمير خالد بن سلمان يهدد علنا بقتل شقيقه محمد، والملك سلمان يأمر باعتقال الاثنين. تفاصيل صادمة. قيد القيادة المركزية الأمريكية يزور الرياض، ووزارة الدفاع السعودية توضح التفاصيل. واشنطن تدفع لإعلان التطبيع السعودي الإسرائيلي هذا العام، وهذه هي العقبات. محمد بن زايد يعرب عن أمنياته بفوز أردوغان في جولة الإعادة، ماذا جد واستجد؟ ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة، ولكن قبل المتابعة نرجو الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. حسب مصادر من داخل القصر السعودي الحاكم، فإن خلافات حادة بدأ تتعمق بين نجلي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان وشقيقه الأمير خالد، لا سيما بعد أن قام بن سلمان بتجريد الأمير خالد من كافة مناصبه، وآخرها نائب وزير الدفاع السعودي، عدا عن أي نية الملك سلمان التي تجددت لتولي نجله خالد منصب ولي العهد، قوبلت برفض شديد من نجله محمد. لكن هذه المرة جاءت ردة فعل الأمير خالد بن سلمان مغيرة وغير متوقعة، حين أقدم على تهديد العلني لشقيقه محمد بالقتل، على اعتبار أن الأخير يستهدفه ويقف في وجهه ويعمل جاهدا على تهميشه. فيما أنه وفق ذات المصادر فإن الأمير محمد قابل تهديدات شقيقه خالد بأمر اعتقال بحقه، وأنه إذا تمادى أكثر فذلك يعني أنه يعرض نفسه للقتل. فيما أنه وعلى واقع هذه التهديدات من جانبه الملك سلمان أصدر فورا أمرا إنما يقضي بالتحفظ على نجليه، خشية من أن ينفذ أحدهما تهديداته بحق الآخر، قبل أن يدعو باقي أبنائه لاجتماع فوري وعاجل من أجل احتواء الموقف والترتيب لمرحلة جديدة قد يقوم الملك سلمان خلالها بعزل نجله محمد من منصب ولاية العهد، واغتيال واحد من أبنائه الآخرين للمنصب، وسط ترجيحات بأن يكون ابنه الأكبر عبد العزيز. لا سيما ووفق المصادر من داخل القصر فإن الملك كل ما يهمه الآن هو أن يرمم الصدع الحاصل داخل عائلته الضيقة، لا سيما وأنه يعلم جيدا أن هناك من أمراء العائلة من يتحين الفرصة لاستغلال تلك الخلافات في إزاحته هو من الحكم تحديدا، وأن سلوكيات نجله محمد تجاه أمراء العائلة إنما ألقت بظلالها السيئة على علاقة الملك بالعائلة، وثقتها به أيضا، وهو ما يجعل الملك يفكر في الهروب من مأزق هذه الخلافات الداخلية بين نجليه محمد وخالد نحو تعيين نجل آخر له وليا للعهد، ليقطع الطريق أمام أي خطوة من شأنها أن تستغل هذا الوضع، لا سيما وأن الملك غير معني حتى أن يكون منصب ولي العهد خارج إطار أسرته الضيقة، لأن الملك ربما يدرك أن هذا الأمر قد يكون مقدمة لإزاحته هو من منصب ملك المملكة، لا سيما وأن أصوات كثيرة تتعالى مؤخرا في أوساط العائلة إنما تتعلق بأحقية الأميرين أحمد بن عبد العزيز وبن نايف بالمنصبين. أعلنت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي استقبل في الرياض قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا الذي يزور المملكة حاليا. وأضافت الوزارة في بيان أن الرويلي بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وناقش عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. وذكرت الوزارة عبر تويتر أن مستشار رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون ضباط الصف رئيس الرقباء أحمد المطيري استقبل رئيس رقباء القيادة المركزية الأمريكية ديريك وولتر بحث خلال اللقاء التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير ضباط الصف والجنود. تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان التطبيع السعودي الإسرائيلي بشكل علني ورسمي نهاية العام الجاري، في وقت تستمر بعض العقبات التي تتعلق بمطالب ولي العهد بن سلمان من وراء الصفقة. وأورد موقع أكسيوس الأمريكي أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ بن سلمان خلال زيارته الأخيرة للرياض أنه يعتقد بوجود فرصة لتوقيع اتفاقية تطبيع علني بين السعودية وإسرائيل بنهاية العام الحالي. وذكر الموقع نقلا عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن محمد بن سلمان يريد حزمة شاملة مقابل التطبيع تشمل مخرجات أمريكية مثل تعاون عسكري أقوى بدلا من القيام بخطوات جزئية كما كان الحال في السابق.
وذكر الموقع أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن من مصلحة السعودية الحصول على اتفاق تطبيع مع إسرائيل أثناء تولي الرئيس جو بايدن منصبه، لأنها ستتلقى المزيد من الدعم السياسي والشرعية من الحزبين في واشنطن. وبحسب الموقع فإنه قال مسؤولان أمريكيان إنه بينما يدعم الجمهوريون في الكونغرس بشكل عام اتفاقا أمريكيا إسرائيليا مع السعودية، فإن العديد من الديمقراطيين الذين ينتقدون المملكة لن يدعموا مثل هذا الاتفاق إلا إذا تم في ظل رئيس من حزبهم. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن إحدى أكبر العقبات التي تحول دون التواصل إلى صفقة واسعة النطاق بين السعودية وإسرائيل تتعلق بطلب السعودية للترقية هو التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والوصول إلى أنظمة الأسلحة الأمريكية المتطورة التي لا تمتلكها حاليا. ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن عقبة أخرى أمام التطبيع تتمثل في طلب السعودية الحصول على دعم أمريكي لبرنامج نووي سعودي يتضمن تخصيب اليورانيوم. يبدو أن فرص نجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكبيرة جدا في جولة الإعادة المقرر إجراؤها في 28 من الشهر الحالي قد أجبرت الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على حفظ خط الرجوع ليمكن علاقته من الأقرب للفوز في الانتخابات. وفي هذا السياق أعلنت الرئاسة التركية عن تلقي الرئيس رجب طيب أردوغان عددا من الاتصالات من بعض زعماء العالم هنأوه خلالها على نجاح إجراء الانتخابات التي شملت أيضا اختيار أعضاء البرلمان، والتي حقق فيها حزب العدالة والتنمية تفوقا واضحا مع حلفائه وتمكنهم من الحصول على الأغلبية المريحة. وبحسب بيان مقتضب صادر عن الرئاسة التركية فقد تلقى أردوغان اتصالات من كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. ووفقا لما ورد في بيان الرئاسة التركية فقد قدم الزعماء المذكورون التهاني للرئيس أردوغان على نجاح العملية الانتخابية.